السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في قناتي على اليوتيوب غانو كويزين. ان شاء الله تكونوا بخير تشوفوا لا فيديو تاع النهار. اليوم عاودنا ولينا بوصفه جديده، وهاد الوصفه اللي كانت دارت حاله في انستغرام وفيسبوك، وهي هاد البرجر اكسبريس. شوفوا برجر خفيف ساهل ماهل، بلا ما طيبوا الخبز وحده وتقطعوه وتحمصوه وتزيدوا طيبوا هذيك لافخس. هاد البرجر يطيب معناتها به بلا فخس بكلش، معناتها حاجه ساهله جديده وبنتها كي العاده الهبال تاع الدنيا. ما تنساوش تجربوا الوصفه، تبعتوا لي تطبيقاتكم. قبل ما نبداو الوصفه ما تنساوش الحاجه الاولى ديروا لنا ابوني وديروا جيم لهذا الفيديو. دوكا نبداو. الحاجه الاولى جماعه بلاباط. هاد لاباط بزاف خفيفه، تقدروا تعتمدوا عليها في لي سوفلي، تقدروا تعتمدوا عليها في بزاف حاجات. بهذا الكاس تاع 250 مليلتر درت كاس تاع الحليب كيما شفتوا، درت كميه تاع الحليب واللي هي 250 مليلتر بهذاك الكاس اللي وريته لكم، هذاك هو اللي كيلت به. زدت هنا بطاطا ياغوت ناتور، بطاطا ياغوت ناتور عاديه، وزدت عليه ماشي فرomاج ريجيم، ياغوت ناتور. زدت عليهم مغرف كبيره تاع الخبز، ما تكونش معمره مليح كيما شفتوا، درتها ممسوحه ما تكونش معمره مليح بومبي. زدت عليهم مغرف كبيره تاع السكر، ونخلطوا المكونات غير بالفوي. درنا في الاول كيما نقولوا نعاودها لكم 250 مليلتر تاع الحليب يكون دافي، بطاطا ياغوت ناتور درنا عليها مغرف كبيره تاع خميره الخبز تكون ممسوحه، مغرف كبيره تاع السكر. نخلطهم ونخليهم يتفاعلوا 10 دقائق حتى وين تشوفوا هذوك النبابل طلعوا شويه فوق هذاك لاباري اللي درناها. هكذا نجيب الكاس اللي كيلت به الحليب 250 مليلتر هذاك، ندير الثلث تاعو زيت، واللي يطيح لكم حوالي 80 مليلتر. زدت هنا ملعقه صغيره تاع الملح، ملعقه صغيره تاع خميره الحلوى، ونزيد عليهم كاس تاع الفارينه بنفس الكاس اللي درنا به الحليب والزيت. درت هنا الكاس الاول وزدت الكاس الثاني، ونخلطوا بالفويه. الحاجه الاولى بداو تخلطوا غير بالفويه هكذا باش تجيكم سهله العمليه. خلطوا غير بالفوي بهذه الطريقه، باش من بعدك نكملوا نلموها باليد. خلطوها مليح هكذا باش تجيكم لاباط خفيفه وهايله. هنا نحي الفوي ونبدا درت الكاس الثالث تاع الفارينه كامل، ونبدا نطم بيدي. ابخي هنا اذا خصني الفارينه اكيد راح تخصني، ما درتش غير 3 كيسان برك. راح نبدا نضيف الفارينه. لاباط ساهله وكما قلت لكم تقدروا تعتمدوا فيها بزاف حاجات. تقدروا ديروا بها دي سوفلي، تقدروا ديروا بها دي بيتزا كوفر، تقدروا ديروا بها بزاف حاجات. هكذا بهذه الطريقه نكمل نلم لاباط تاعي. جبت هنا نص كاس تاع الفارينه وقعدت نضيفو غير بشويه ميم طون. نشوف المهم هي الحاجه الاهم انكم تحصلوا على عجينه طريه تلصق شويه في اليد. هذا ما كان انا المهم ما درتش كامل هذاك النص كاس. هذيك العجينه بعد ما طميتها شوفوا كش جاتني، تجيكم عجينه خفيفه بزاف طريه بزاف بهذه الطريقه، وتلصق برك شويه في اليد. هكذا نجيب ريسيبيون ندهنو بشويه تاع الزيت، ديروا شويه تحبوا زيت زيتون، زيت عادي كيما حبيتو. ميم تقدروا ديروا في بلاصه الزيت العادي اللي درناه في لاباط تقدروا ديروا زيت زيتون. هنا نسي ندهن الوجه تاعها بالزيت، نقلبها هكذا ونعاود نردها كيما كانت ونغلفها ونخليها تخمر حتى من يضاعف الحجم تاعها على حسب البلاصه الدافيه اللي تكونوا فيها، يا اما 45 دقيقه يا اما ساعه سا ديبون. نروحو نوجدوا لافاكس من جهه. هنا انا درت فيوند اشي، تقدروا ديروا بولي اشي، تقدروا ديروا دند اشي. خديت كميه منه، درت معاه كميه تاع البصل مقطع بهذه الطريقه بواحد النص حبه هكذاك تكون مويا، ونجي ندير عليه مغرف كبيره تاع لا شابلور بهذه الطريقه باش يجينا اللحم تاعنا طري. زدت عليه حبه تاع البيض اللي خلطتها هكذا ونضيفها عليه. بالنسبه للتوابل تقدروا ديروا توابل راكو حابينهم. انا يبان لي انه اللحم ما نكثرولوش توابل، معناتها نديروا غير حاجه خفيفه، ملح فلفل كحل، ودرت له شويه بابريكا فومي واللي هي فلفل احمر مدخن، يعطينا بنا بزاف هايله. معناتها هذا ما كان، اذا ما كانش متوفر عندكم ديروا غير الملح وفلفل الكحل، او عادي اللي يحبها شويه حاره يقدر يدير فلفل دريس يكون مرحي. نخلط كلش بهذه الطريقه باش نروح نشكلهم عادي كيما مدارين نشكلوا اللحم اللي نديروه في البرجر. نشكلوه على شكل كويرات نبسطوهم بهذه الطريقه. بعد العمليه راهي واضحه. واش نديرو في البرجر العادي حنديروه في هاد البرجر الاكسبريس، برجر اكسبريس ساهل ماهل، وعلى بالي راح يعجبكم لو كان تجربوه بهذه الطريقه. نروح نحمرهم دايركتومون في مقله فيها شويه تاع الزيت، نخليهم يتحمروا من لي دو كوتي. ماشي شرط طيبوهم 100%، معناتها تقدروا تخلوهم نص طياب، خاطر ثاني راح ندخلوهم للفوق راح يكمل يطيب هذاك الفيونداشي.
نحطوا الحبيبات تاعنا هكذا يتحمروا ونحوهم. انا كنت درت لهم نار قويه باش يتحمروا لي تمتم هكذا، ونقلبوهم ديريكتومون الجهه الثانيه. دوكا نروح نجيب لاباط تاعي بعد ما خمرت. واش نجي ندير هنايا؟ نديغازيها بهاد الطريقه ونقطعها. هاد الكميه تقدر، انا شفتو البرجر تاعي اللي درتو شويه حجم كبير، تقدروا ديروا دي برجر صغار، تقدروا ديروا حجم كبير كشتلت خبزات يكونوا كبار. كيما قلت لكم تقدروا ديروا بها بزاف حاجات. هاد لاباط خرجت بزاف خفيفه. قسمتها انا، هاد الكميه خرجت لي واحد 12 حبه ولا 12 عجينه، ولا بين 10 و 12 عجينه، نسيت شحال خرجت لي اكزاكتومون. هكذا دوكا نجي نفتحهم. دوك شوفوا كي تكملوا كامل تقطعوهم كوروهم وغلفوهم هكذا بان بابي فيلم ولا ان ساشي باش ما تشكلكمش هذيك الطبقه من الفوق. في بلون دو طرافاي كنت رشيت شويه تاع الفانينه، حطيت العجينه تاعي رشيتها بشويه تاع الفانينه، ونجي نفتحها بهذه الطريقه. لازم تفتحوها تكون شويه رقيقه، ماشي رقيقه حتى من يولي بان بلون دو طرافاي، لا رقيقه عاديه هكذا. فتحوها رقيقه تكون مدوره عادي. اذا كانت كبيره ابخي الزوائد راح نقصوهم. دوك تشوفوا كيفاش. هنايا كي نقولوا البرجر نقولوا لي سلايز، وانا درت لي سلايز تاع التارتينو. هادو هما اللي يذوبوا معانا وغير معناتها غير يكونوا في درجه حراره عاليه رايحين يذوبوا. معناتها ماشي من هذوك النوع اللي ما يذوبوش وزيد حيطونا بنا بزاف هايله. درت منهم هكذا زوج. انا في كل حبه درت زوج، تقدروا في كل وحده ديروا وحده، ماشي شرط ديروا زوج. درت هذاك المورسو تاع الفيونداشي، وجبت ثاني هذا فروماج تارتيني تاع تارتينو تاع البلاره تاع الزجاج. درت منه كميه بهذه الطريقه. تقدروا ديروا اي حاجه حبيتوها نتوما، برك الشلاضه والطوماطيش ما ديروش. هنا في نفس المقله اللي طيبت فيها الفيونداشي كرملت فيها شويه تاع البصل اللي كنت قطعته هكذا رونديلات، كرملته فيها، درت له شويه تاع الملح وخليته يدبال. يعطينا بنه بزاف هايله، بزاف بنينه البرجر تاعنا هذا. شوفوا بالنسبه للطوماطيش والشلاضه ما كان له ديروهم باسكو رايحين ندخلوهم يطيبوا. وكيما على بالكم الطوماطيش والشلاضه يدبالوا والشلاضه تردو الشلاضه تولي كحله كامل اذا طيبتوها داخل الفوغ. معناتها خلوها ديروا اون سالاد تاع الشلاضه والطوماطيش تقدموا معاها هذا البرجر. كيما شفتوا في لي كوتي دهنت الحبه تاعي كامل في لي كوتي دهنتها بالماء، ونجي نلمها بهذه الطريقه. شوفوا نلمها بهذه الطريقه شغل لو كانوا كنت تلموا في ان كيس هكذا. نسي نزير عليها مليح، نزير مليح في الوسط، ونحي هذاك الزائد تاع العجينه اللي خرج لنا من الفوق، ونكمل نزير عليهم حتى وين نتاكد باللي العجينه راهي مغلوقه مليح. كيما شفتوا عمليه بزاف سهله. معناتها بعد ما عمرنا لافاكس دهنا لي كوتي بالماء وطميناها بهذه الطريقه. نرفض الفارينه الزايده اللي تكون كاينه على الحبه، نحطها في سنيوه يكون فيها بابي كويسون، نخليهم واحد 10 دقائق هكذا كيزيدوا يخمروا شويه برك 10 دقائق برك ما تطولوا لهمش. رحت جبت حبه تاع البيض اللي كنت ضفت لها كميه تاع الحليب وخلطتها، وندهن بها كامل الحبه تاعي بهذه الطريقه. الفرن تاعي ديجا مسخن من قبل على 180 درجه، معناتها خلوه يسخن مليح ديجا من قبل. الحبيبات تاعي دهنتهم بالبيض وشويه تاع الحليب كما قلت لكم، شويه رشه تاع الجلجلان، وندخلوهم يطيبوا حتى وين يطيبوا من التحت. شعلوا عليهم من الفوق، اذا كانوا عندكم الفوغ اللي يشعل من الفوق ومن التحت شعلوهم على ضربه. دخلوهم حشيدوا لكم وقت طويل، معناتها غير وين طيب لكم هذيك لاباط وتتحمر، وتخرجوهم وتقدموهم بهذه الطريقه. نقسم لكم هنا حبه باش تشوفوها. لاباط تجي بزاف خفيفه ومقطنه للداخل، ما تجيكمش ناشفه. ان شاء الله تجربوها وتبعثوا لي تطبيقاتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام وفيسبوك، ونلتقي في وصفات اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم.